انا مقتنع ان السيلز هو بيور مش فطره. واحد محبوب جدا والفلوس كلها بتروح له، والتاني يعدوا من حواليه لو مات قدامه مش هيدوا فلوس. ايه الفرق ما بين ده وده؟ ايه ببساطه؟ لسانه عنده حلو بيعرف ياخد الفلوس منه. جزء من مهارات السيلز. فالبشر محتاج يتعلم سيلز. ومع رحله في عالم المبيعات وكوميشن العقارات. وجبنا النهارده ضيف مميز، وضيف مر برحله وبتاريخ طويل جدا في عالم المبيعات. فهو مش جاي باكسبيرينس النهارده ولا امبارح، لا الموضوع قديم وعنده اكسبيرينس من اول ما قالوا يا سيلز في عالم المبيعات. وكمان دلوقتي هو هيبقى معانا عشان يديكوا شويه نصايح ويقول لك الرحله بدات ازاي. ومعانا مستر محمد الزكي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انا يا دكتور، ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله انا رب اتشرفت العالمين. بوجود حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، الشرف ليا ان انا اكون ضيف مع حضرتك والله، ومع جمهورك الجميل يعني. انا عارفه حضرتك مين طبعا، فانا ربنا هسيب يخليك. حضرتك تقول للناس مين مستر محمد. انا محمد جلال الزكي او السلزكي. محمد الزكي السلزكي. السلزكي جت منين؟ جت من اسمي محمد الزكي، وان انا خبرتي كلها في مجال السيلز، فجت منها السيلز. فالسيلز مع الزكي طلعت السلزكي، ما تتنسيش بقى. اوكي. طيب انا بشتغل في مجال السيلز بقالي اكسبيرينس اراوند 38 سنه. ما شاء الله. حاليا بشغل منصب مانجنج دايركتور لشركه نيو هورايزونز. ما شاء الله. هي شركه نيو هورايزونز هي شركه انترناشونال ليها 300 فرع في العالم، موجوده في 60 دوله. بدات السيلز من اول جونيور، سينيور، سيلز سوبرفايزر، سيلز مانجر، ريجنال سيلز مانجر، مسكت كذا دوله، then سيلز دايركتور، بعدين استقريت في مصر از مانجنج دايركتور. ده على مجال الكارير باث بتاعي. على مجال العلم فانا الحمد لله سيرتيفايد كل السيلز تكنيكس اللي موجوده في الدنيا. بدرس سيلز بقالي سنين طويله، وبعمل سيلز كونسلتنت، وبعمل سيلز كونسلتنسي لشركات كتير جدا. دربت الافات مؤلفه، يعني ما اقدرش افتكر عددها، ودربت شركات بالمئات، وعملت كونسلتنسي لشركات برضو كتير جدا. ده بريف كده عن مين محمد الزكي او السلزكي. والله احنا اتشرفنا بحضرتك جدا، ومتفائله ان الحلقه دي ان شاء الله تبقى مثمره جدا للشباب. ان شاء الله رب العالمين. طب سؤال، اول ديل حضرتك عملته، او اول عايزه اوصل كده اول ديل بتعمله، او اول اللي بيسموها اول كوميشن. اول كوميشن ولا اول ديل ولا احلى؟ بصي، انا بادئ السيلز يا دكتور من وانا صغير قوي. انا بادئ اشتغل سيلز. انا اولا انا الاصل دمياطي، فاحنا عندنا في دمياط الشاب يبقى عنده 12 سنه، يخلص ابتدائيه بمعنى اصح، وممكن من قبل كده كمان. خلاص كده انت بقى ايه، خلصت ابتدائيه، خلصت 6 ابتدائي، انت بقيت راجل، اعتمد على نفسك، انزل اشتغل. فانا بشتغل بالظبط من وانا في 6 ابتدائي او بعد 6 ابتدائي اكشوالي يعني. اشتغلت في اماكن كتير، اشتغلت في حاجات كتير. اول شغلانه بيع انا فاكرها، واول بيعات انا بعتها، كنت في شركه صغيره، انا متذكر اسمها الشركه الدوليه للتسويق. دول كانوا بيبيعوا اجهزه صغيره كده. الكلام ده احنا بنتكلم في مثلا ممكن نقول اواخر الثمانينات، اواخر الثمانينات كانوا بيبيعوا جهاز كده. ده كان قمه التكنولوجيا في وقتها، كان اسمه توكينج ويز كايت جينيوس او كيت جينيوس، اللي هو يعني كان جهاز كده تفتحه ف ايه ابل بي عارفه اللي هو. فده كان قمه التكنولوجيا في وقتها. فكانوا بيدوروا على شباب صغير في محافظه دمياط، دي اول شغلانه بيع، ينزل يسوق الاجهزه دي في محافظه دمياط. فانا قدمت واتقبلت فيها واشتغلت معاهم. قعدت افكر، طب انا هبيع الجهاز ده ازاي؟ احنا معظم الضمايطه او الغالبيه، انت عارفه حضرتك، هي مدينه صناعيه، بتصنع موبيليا، بتصنع. فمعظم الناس هناك صناعيين، مش في دماغهم لو مش زي المنطقه دي. القاهره انا عايزه اعلم ابني ايه ابل ومش عارفه ايه، مفيش بالظبط الكلام ده. بالظبط.
ابيع ازاي؟ قلت طب انا هنزل الف على ايه، اصحاب الورش واصحاب المحلات، وابتدي اقنعه ان انت لازم ابنك يبقى احسن منك. الله. والله. النو هاو بقى، حضرتك دورت على حاجه واحده. انا هبيع له ازاي؟ هبيع للشخص ده الفكره بانه، وكان الجهاز ساعتها غالي جدا لان كان دي حاجه جديده ومتطوره، لسه ما كانش التكنولوجي، ما كانتش لسه حاجه متعارف عليها يعني. فكان ده، طب اقنعهم ازاي؟ اقنعه خش لصاحب المحل او صاحب الورشه دي ان الجهاز ده هيساعد ابنك في ان هو يبقى احسن منك. عايز اقول لك بقى، انا حققت مبيعات. انا كنت ساعتها باخد على كل جهاز ابيعه 10 جنيه. 10 جنيه دي زي الالف واكتر اولموست كمان. تكون 1000 دلوقتي. اكتر كل كمان. جهاز ببيعه انا فاكر كنت باخد عليه 10 جنيه وقتي، ابيعه املى الاستماره، يدفع القسط الاولاني، اروح اورد الفلوس يدوني 10 جنيه. انا كنت يوميا بروح بكام؟ مثلا ابيع 5 اجهزه، 6 اجهزه، 8 اجهزه، ساعات ابيع 10 اجهزه. فكنت مثلا ايه في اليوم اروح ب 100 جنيه. 100 جنيه انت بتتكلمي في الثمانينات. ايوه ده يعني انت ده رقم. انا كنت 3000. من الاثرياء في انا وسط والله مش اصحابي. مصدقه في السن ده. لا انا كنت من الاثرياء فعلا، يعني اللي هو يعني ايه ده. 3000 في الشهر زي اكتر من 30000 دلوقتي. ده رقم مثلا كبير مثلا كبير. مثلا. فدي اول بيعات انا بعتها، واول كوميشنز خدته. يعني لا بجد انا مبهوره والله العظيم مبهوره. طب حضرتك الجهاز كان بكام ما تفتكرش؟ مش فاكر والله، بس هو اصل انا بفكر في ايه، ان انا اقنع حد هو مش هيجيبه وقيمته اعلى طبعا بكتير جدا من احتياجاته يعني. فحضرتك ما شاء الله عليك، يبقى هي كانت فطره. هي. طيب انا هجاوب لحضرتك على ايوه النقطه دي. السيلز فطره موجوده عندك ولا حاجه من هجاوب حضرتك عليها. بصي، هو انا مش فاكر، مش متذكر سعره فعلا، بس هو كان بيتباع بالاقساط لان كانت قيمته كبيره. فانت كنت زي بتدفع خط الموبايل زمان بالظبط. كنت مش عارف بيدفعوا مقدم باين، لو انا متذكر 50 جنيه حاجه زي كده، والباقي بيقسطوه على 6 شهور على سنه. بكلم حضرتك في الثمانينات يعني. طب يبقى هي كده كانت فطره عند حضرتك اللي فكرت في القصه كده ولا؟ انا فكرت في الدخله دي، هبيع له ازاي؟ هقنع الشخص اللي مش متعلم، اللي حياته كلها مقضيها في الورشه، هو ما يعرفش حاجه غير الورشه، ازاي ان انت تشتري جهاز لابنك عشان يعلمه الحروف اللي بالانجليزي والنطق والحاجات دي كلها. فجت الفكره من هنا. هجاوب حضرتك بقى على السؤال، هل هو السيلز فطره ولا علم؟ هي السؤال ده جدلي، وانا اختلفت فيه مع ناس كتير جدا جدا جدا. انا مقتنع ان السيلز هو بيور علم مش فطره. مفيش حاجه اسمها بياع بيتولد بالفطره. مفيش حاجه اسمها بني ادم بيتولد موهوب بياع. مفيش حاجه اسمها كده. يعني ايه موهبه؟ هو يعني ايه موهبه يا دكتور؟ موهبه يعني ايه؟ حد مكتسبة. حاجه ربنا اداها لك بلا دخل ليك فيها. يعني احنا لو جينا مثلا على، صح مش مكتسبة فعلا. بالظبط، لو جينا على ام كلثوم وهي طفله، والدها عرف ان هي بتغني من حلاوه صوتها من غير ما حد يعلمها، او صوتها حلو من غير ما حد يعلمها، صح؟ طيب دي هبه ربنا منحها للشخص ده. هل في جين او صفه معينه ربنا ممكن يمنحها للبني ادم بلا دخل ليه فيها تساعده في انه يبقى بياع؟ ما اعتقدش. لان هو السيلز عباره عن ايه؟ السيلز عباره عن سكيلز، احنا بنسميه ايه، اللي هو الكي اس اي، ان هي نوليدج وسكيلز واتيتيود. انا ده الستاندرد بتاع العلم اللي هو كي اس اي، نوليدج وسكيلز. انا ضايف عليهم شويه حاجات تانية ممكن نقولها يعني، بس هو الستاندرد نوليدج. النوليدج هل هي حاجه بتبقى بيلت ان جواك انت مالكش دخل فيها تتولد بيها؟ علم، صح؟ طيب السكيلز اللي زي ايه في السيلز؟ هنلاقي مثلا الكوميونيكيشن، مهاره التواصل. الاي كونتاكت بكل حاجه بقى. الكوميونيكيشن بقى فيربال ونون فيربال بكل انواعها، سواء بقى كونتاكت، سواء بادي لانجوج، سواء فيربال كوميونيكيشن، سواء ريتن كوميونيكيشن. ما كل ده علم، صح؟
هنيجي نتكلم على مثلا السكيلز بتاعه النيجوشيشن، السكيل بتاعه النيجوشيشن ما هو علم هعلمك. هنتكلم على السكيل بتاعه الكلوزنج، ما هي علم هعلمه لك. هنتكلم على السكيل بتاعه الهاندلنج اوبجكشن، ما هي علم. الليسننج ما هو هنعلم. فهي السكيلز كلها انا اقدر اعلمها لك. اوكي، هو انا عندي سؤال. انا من مدرسه يعني موهبه. انت من مدرسه موهبه، ان هو البياع بيتولد موهوب غالبا. انا مش عارفه يعني، او مثلا اقول لك حاجه، مثلا الاتيتيود، مش قصدي والله. الاتيتيود صح. مثلا في شخص هو ما عندوش اتيتيود اساسا في التعامل مع اللي حواليه في المنطقه. تعالي نوصف الاتيتيود. انك تتعامل بشكل في احترام، انك تبقى اونست. يعني انت لو بتتعامل بشكل مش محترم انا ما اقدرش اعلمك تبقى محترم. هو ده اللي انا اقصده. في ناس في صفاتها يعني هم صفاتهم ما تنفعش سيلز. حلو، صفات مكتسبه ولا صفات مولود بيها؟ لا طبعا مكتسبه، حد بس. بيتولد قليل الادب. صح، صفات ما فيش حد بيتولد قليل الادب، صح. اللي ربنا بيخلقنا كلنا على ايه؟ على الفطره، شاكله واحده وفطره واحده. على الفطره اللي هي الفطره السليمه. كون ان انت اكتسبت صفات مش كويسه، طالما هي مكتسبه فانت تقدر تغيرها لو انت عايز تغيرها. احنا ساعات بنلعب مع البني ادمين على الانكونشس ونعمل لك بارادايم شيفت. انت عندك شويه حاجات انت مقتنع بيها، شويه حاجات انت شايفها. طب ما احنا ممكن نعمل ده، ممكن نغيره، بس اهم شرط انك تبقى ايه؟ تبقى انت عايز تتغير. اهم صح. شرط ان انت تبقى عايز تتغير. لكن لو مش عايز، انت مقتنع. احلها لك ازاي وانت مش عايز؟ انت نفسك، وده بنشوفها في شباب كتير في بيجوا يشتغلوا سيلز. يعني بالنسبه له دي اهانه ان مثلا عميل يقول له انتوا اصل شركات التسويق نصابه. هو الراجل كان شتمك انت؟ لا بيقول شركات التسويق مثلا. السيلز احلى شغلانه في الحياه. ان حد يبقى مآمن بيها. انا مش مآمن، انا بعشقها. انا بليفر في السيلز. انا مقتنع ان الدنيا عباره عن سيلز. انك تقنع هو حضرتك تقنع بتعمل ايه في حياتك؟ كل الحياه سيلز. انا عشان اقنع ابني بوجهه نظري باخد سيلز بروسس. هو احنا بنعمل ايه في البروجرام ده؟ احنا بنبيع. صح. بنبيع افكارنا، بنبيع المعلومات اللي عندنا، صح. بنبيع شخصيتنا. هو لما حضرتك بتتعاملي مع ابنك، ما هو ده سيلز. بتقنعيه بفكره، بتقنعيه انه يسمع كلامك. ما هو انت لو ما عندكيش الامكانيه ان انت تقنعي ابنك بانه يسمع كلامك، هو مش هيسمع كلامك، صدقيني. فالحياه هي عباره عن سيلز. احنا عايشين نبيع لبعض. احنا الحياه عباره عن ناس بتبيع لناس. ده ذات سيمبل. فانا مقتنع ان السيلز ده هو اهم شغلانه في الحياه، او اهم مهاره. بلاش نقول شغلانه، السيلز هو اهم مهاره اي بني ادم في الكون لازم تكون عنده. انا دايما اقول ايه لاصحابي؟ علم ابنك مهارات السيلز وسيبه في الحياه، تقلقش عليه. دي نصيحه لاي حد، لاي اب، لاي ام، لاي حد. علم ابنك مهارات السيلز وسيبه في الحياه، ما تقلقش عليه. صدقني مش هيغلب، صدقني هيعرف يعمل اي حاجه، صدقني هينجح. اللي بيفرق شخص عن شخص ايه؟ مهارات السيلز. الكوميونيكيشن بوجه عام مع الاخرين. في ناس مفتقده ده لدرجه بيبقى سنه كبير ومفتقد حتى انه يتعامل في وسط كوميونتي او انه يكوبريت معاهم. بالظبط. احنا في 2 دكاتره، مش ممكن حضرتك تروحي للدكتور والاثنين يبقوا حضرتك دكتوره وتمام. ممكن 2 دكاتره يبقوا متخرجين من كليه طب القصر العيني، والاثنين على نفس الدرجه العلميه، والاثنين نفس الدفعه، والاثنين نفس التقدير، الاثنين جايبين امتياز، تمام. فعلميا هما الاثنين على ايه؟ على نفس الدرجه، صح. تروحي للدكتور الاولاني، والله يا دكتور انت هترغي، انت هتتكلم كتير. وده بيحصل، وانا بشوف. انا رحت للدكاتره بيعملوا كده، وتكره حتى انت تزوره تاني. بس اقعد الدواء اهو. ايه يا عم ده في ايه؟ تروح لدكتور تاني، هو نفس الدكتور التاني اللي هو متخرج زيه، يقعد يسمع، يحس بيك، يبقى جود ليسنر اكتر من ان هو يسمع مشاكلك، يهديك، يتكلم معاك، يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. انت بتخرج من عنده
مرتاح نفسيا، والراحه النفسيه دي نص العلاج على فكره. انت لما تخرج من عند الاثنين دكاتره، والاثنين الدكاتره احنا اتفقنا من البدايه ان هم على ايه؟ على نفس الدرجه العلميه، صح؟ الاثنين شاطرين جدا والاثنين كويسين، هتخرجي من عند الاولاني وهتخرجي من عند التاني. لما تيجي ترجع تاني، طبعا مش حضرتك ربنا يعافينا كلنا وما نحتاجش ان احنا نروح لدكاتره يا رب. لما تيجي تروحي تاني هتروحي الاولاني ولا للتاني؟ لا اروح اللي بيسمع، بل بالعكس انا تيجي تنصح. اكتشفت ان اللي بيسمع بيبقى اكتر حد بيعالج من غير ما يحس نفسه. بس لما تيجي تنصحي حد هتقول له روح الاولاني ولا التاني؟ لا ساعات بنقول له بص ده خنيق كده وبيرمي لك الدواء في وشك ومش عارف حتى لو شاطر. بس كده. بس الفرق ما بين الاولاني والتاني ايه؟ ان التاني ده عنده جزء من مهارات السيلز، ده ببساطه. اضرب لك مثال تاني ابسط جدا جدا. مش في الشارع بتاعنا ممكن يبقوا 2 حراس عقار، واحد محبوب جدا والفلوس كلها بتروح له، والتاني يعدوا من حواليه لو مات قدامه مش هيدوا فلوس. والتاني ده بعد شويه اللي هو المحبوب واللي شاطر، بعد شويه تلاقيه مثلا بقى عنده شقه، بقى عنده شقتين، بقى عنده عماره. والاولاني هيفضل حارس عقار زي ما هو. ايه الفرق ما بين ده وده ايه؟ ببساطه ده لسانه عنده حلو بيعرف ياخد الفلوس من الناس. جزء من مهارات السيلز. فالبشر محتاج يتعلم سيلز، ده اولا. ثانيا بقى، انا من الشخصيات المتعصبه جدا للسيلز. انا شايف ان السيلز احنا الكريم دول كريم. انا مشاكلي مع الماركتيرز لا مولا. انا بسخن الحلقه مع حضرتك، انا حبايبي الماركتيرز كتير. انا دايما كل ده البودكاست حقيقي احنا ما واللقاءات بنحبش بعض في الشركات. بالظبط. انا مصدقك. دايما يقول لي انا بتاع الفلوس، حضرتك قاعده في التكييف ومريحه. بصراحه عنده حق، هو اللي بتمرمط احنا عشان الكريم. يجيب الشغل صح. احنا اه احنا الشركه، احنا السوق. احنا لما بنتحرك كده الشركه كلها بتتحرك معانا ده كده. حقيقي، والفلوس بتيجي. لما بنتحرك كده احنا الترس اللي لو وقف الشركه وبالرغم من كده الناس بتعتبرها سبه. يعني الناس بتحس، مش قصدي طبعا على حضرتك، لا صح. الشباب الجديد ليه بقى؟ ما انا مش عارفه ليه متصدر لهم فكره ان انت لو شغال سيلز انت يعني لا لا لا. انا بيجولي في الانترفيوز ازاي، لا لا يا دكتوره انا اندور باجي امضي بصمه بقعد لو في تكييف على اللابتوب. طب انت هتشتغل سيلز يعني؟ قولوا له نورتني. والله يا دكتور كتير. العيل متخرج ما فيش حاجه اسمها ينزل في الشارع. لما يبقى في ميتنج الساعه 5 اتصل انا اتاكد انت وصلت الميتنج. يا دكتور انا في الطريق. ممكن يوصل 7. ما فيش احترام مواعيد. قيس بقى على كده. انا ابقى مثلا من 4 واقفه مستنيه الميتنج بميعاده عشان عايزه احترم الشخص بطبيعه البشر. لا. وبعدين لو حد قال له بقول لك، قال له مثلا شركات التسويق نصابه، شتم شركات التسويق، يا سلام ده هزقني، ده قال لي ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ واحنا ما كناش متخرجين ولا كنا بنشتغل؟ انا كنت ادخل للدكتور والله العظيم. انا في دكتور افتكره يعني يا رب يديه الصحه، دكتور محمد النمر ده كان دكتور جلديه، كنت ادخله وانا مندوبه. لو الاهلي كسب يا سلامي قبلك بص يشيلك على دماغه. ازيك يا روبي؟ وانا لسه متخرجه بقى وصغيره. ازيك يا روبي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اقعدي هكتبه لك عينيا. ويكتب. انا وانا دخلت في نص الماتش اقعدي استنيني. لو بقى الاهلي خسر انا فاكره الماتش ده والله العظيم باي حاجه في ايده بيدي التمريض. فانت داخل اللي هو ايه، انا هخبطني هيشتمني. وانا ممكن ادخل مثلا حضرتك ما بتكتبش بغبائي بقى لسه بادئه. دكتور ممكن اعرف حضرتك ما تكتبليش الدواء ليه؟ يلا يا بنت بره هتدخلي. انا بعدها الاقيه بقى المدير بتاعي يا رباب هو طيب جدا. لا يروح جايب بقى تورتايه وطالع له مثلا يا دكتور في ايه بس؟ ورباب دي لسه جديده وحاجه جبت لها تروما. فيقول له انا ما اعرفش جيتي لي يا بنتي وقت ماتش جيتي لي. هو مش هو فعلا طبيعته كده. واكتشفت بقى ان انا لما يكون الاهلي كسبان ده احسن فرصه. بس عرفنا بقى خلاص عرفت نروح لو الاهلي كسبان. هو كان اهلاوي متعصب. حضرتك اهلاويه ولا زملكاويه؟ يعني ما ينفعش اقول كده بس اهلاويه طبعا. انا عرفت من الاحمر على طول. ده احنا حضرتك عماله تستفزيني وعايزه تطلعي مني حاجات كتير. انا زملكاوي متعصب اهو المشاكل بقى. تمام ماشي. بالنسبه للاعلان الاهلي والزمالك بقى اعلان اتصالات اللي نزل، حضرتك ايه رايك فيه الاعلان؟ بس انا من وجهه نظري مش هقولها دلوقتي، انا هبقى مؤدبه في البودكاست. ايه راي حضرتك فيه كزملكاوي ولا كمشاهد؟ الاثنين، ده وده. كزملكاوي هو ضايقني لانه في اسقاط. احنا مش صغيرين وفاهمين ان ده اسقاط. فكزملكاوي متعصب، انا زملكاوي درجه ثالثه من اللي كنت بروح ماتشات ومدرجات وحاجات كده يعني. فكزملكاوي متعصب ضايقني.
كبقى مشاهد، هي شركه راعيه للنادي الاهلي وعايزه ترضي الجمهور وعارفه ان الجمهور بيحب الحاجات دي، فمن حقها ان هي ترضيه. كاسكس لا هو مش لطيف. ده تمام. كاسكس اه. هو مش لطيف، بدليل ان هم اعتذروا. انا من وبدليل وجهه ان هم نظري ان هو شالوه. مش صح بصراحه. حتى ايفن ماركتنج ده احنا بنبعد عن الثلاث حاجات دول، سيلز وماركتنج. انا ببعد عن الاديان والرياضات بانواعها، لا اهلي ولا زمالك، عمري ببعد. يعني ماركتنج الفكره دي ما بقرب لهاش. هي حبت تعمل شو وتاخد لقطه، اللقطه حصل فيها ايه؟ جت على دماغها جت على دماغي. بس. وهو ده الماركتنج. ما هي دي حساسيه الماركتنج. انا ما اقدرش اتكلم في الماركتنج لا بس ليه؟ في لا وجود لا. الراهب يا رب للماركتنج يا يعني. رب يبارك لك. بس لا، كلام حضرتك صح. ما هو ده هي غلطه الماركتنج. ساقطه منهم بصراحه، يعني مش عارفه والسقطات الماركتنج بتودي شركات شكرا في داهيه، وفي افكار الماركتنج الجيده بتعلي شركات وتوصلها للقمه. هو ده الريسك بتاع الماركتنج. فهي طب هاجي الجزء بقى بيرسونال في ريسك السيلز. انا بحس ان اغلب اللي بيشتغل سيلز، ولنكن صريحين، بيبقى بعد فتره مريض نفسي. هل انا صح ولا غلط؟ يعني هو بيجي له حاله، مش ان احنا مرضى نفسيين. انا اشتغلت سيلز 8 سنين من عمري، من اول ما كنت مندوبه في الدعايه. ده كان مبيعات بحته. صح. بس انا كان بيعدي عليا ايام انا كرباب، وده بشوف الشباب اليومين دولت، حاله من الدبريشن، اكتئاب رهيب. ممكن واحد ينهار، يعني يجي له وقت في الشارع ينهار، يقف يعيط. يعني لانه مثلا حد عمل فيه حاجه عدت فكره ان انا احتمل ان انا شغال. مثلا حد تعمد يقلل مني بشكل او باخر، حد سابني كتير جدا في الويتنج، ولما قابلته خدت جزء من الثانيه وما ادانيش اهتمام، لم يعرني اي انتباه. حد تالت فبيمر برضو بحاجات. هو ازاي يعني يخلع العبايه دي؟ لما انا عايزه نصيحه من حضرتك في الحته دي بالذات، وهل فعلا بيحصل كده ولا ده عيب من الشخص اللي شغال؟ طيب، هو من الافيهات اللي بتتقال دايما ان انت بعد ال50 خليك حذر وانت بتتعامل مع شخصين. اللي هو بعد ما الشخص لما يوصل سن ال50 او 45 بلس، ابتدي خليك حذر انت تتعامل مع شخصين: اللي كانوا بيشتغل او اللي قضوا حياتهم في شغل السيلز، واللي قضوا حياتهم في شغل البروجرامينج او الديفلوبمنت. لان الاتنين دول بيعتمدوا على كمية تفكير ذهني مرعب. فبيقول لك خليك حذر معاهم، لان هم بعد ال 45 دول بيبقوا خلاص. يعني ايه ده؟ افيه طبعا، ده مش حقيقي يعني، بس هو ايه بيقول لك خلي بالك ايه، ما تاخدوش شهادتهم، ما تتعاملوش معاهم، لان هم خلال الفتره دي كلها هم متعرضين لارهاق ذهني مرعب. انا في بدايات يا دكتور، وانا اول ما كنت بدايات ان انا بشتغل سيلز ما كنتش بنام. انا اول ما كنت بشتغل، انا اقسم بالله كده كنت مثلا ايه، ابقى نايم بالليل وتلاقيني زوجتي بقى، كنت لسه بقى شاب صغير لسه متجوز، بس هو اقوم صاحي منور النور مره واحده، ودايما كنت هبقى حاطط جنبي بلوك نوت وقلم، وهو منور النور وكاتب حاجه. فهو ايه اللي انت بتعمله ده؟ ان دماغي شغاله طول الليل. فافتكرت حاجه وانا نايم، صحيت قمت منور النور وكاتبها على وارجع فعلشان كده هي شغلانه، هي ممتعه، وانا قلت لحضرتك في الحلقه ان هي انا بعشقها، بس هي مرهقه. علشان كده الشباب بيخافوا منها، علشان كده ده زي ما حضرتك قلت ان ايه بيهربوا منها، لان هم مش كواليفايد ليها. هي شغلانه محتاجه ناس حبه، عندها استعداد تتحمل الضغوط، عندها استعداد ان هي تتحمل الشقه علشان توصل. هتوصل وهتكبر وهتنجح، هتبقى باشا. فرانكلي هتبقى باشا. البياع باشا. انا دايما اقول البياع باشا. بس هو ماشي، انا هتحمل. بيجي لي وقت هم فعلا بينهاروا كولابس كامل. بالظبط. طب ده انا عايزه ما اوصلوش لمرحله الانهيار دي، بس في نفس الوقت يعني عايزه افهمه ان ده هيحصل. ده احنا طبيعه شغلانتنا هي الاصل فيها الرفض. شغلانه السيلز هي الاصل فيها ايه؟ الرفض، مش القبول. مش القبول. فانا دايما لما باجي اعلم السيلز بقول له ايه، خلي بالك انت داخل تشتغل شغلانه اصلها الرفض. يعني انت هتخش تقابل 10 عملاء، 8 أو 7 هيرفضوا. ما كانش ال10 في حظك، ما كانش ال10 ووارد ان ال10 يرفضوا. فانت الاصل في الشغلانه هو الرفض. انت لازم تبقى مظبط المايند سيت بتاعك على ان ده الاصل. علشان كده من اهم الصفات اللي لازم تكون في السيلز ان هو يبقى سيلف موتيفيتد.
لازم يبقى هو صح. عنده القدره على ان هو يطلع نفسه منين؟ من الدبريشن. اوكي، يطلع نفسه من الاحباط. لان لو استسلم لده هو هيقع ومش هيقوم تاني. السيلز لو استسلم للاحباط ووقع مش هيقوم تاني. وهنا بقى بيجي دور المدير، خاصة مع الايه؟ مع الشباب الصغير. ان هو ايه؟ كل ما يحس ان هو حصل عنده داون ياخد بايده ويطلعه يطلع. ويقول له، يديله شويه خطوات. يعني مثلا انا باجي اعلم حد من الشباب وصل في مرحله ان هو الداون، اقول له طب بص، افصل الوقت شويه، حط لنفسك 3 4 تاسكس فيهم حاجات سهله وبسيطه تعرف تعملها وتحقق منها اتشيف سريع. هتلاقي نفسك خرجت منين؟ من الاحباط. لما تلاقي نفسك عملت اتشيف صغير فاتشيف صغير فاتشيف صغير، ايه؟ هتخرج من الحاله اللي انت كنت فيها اللي هي حاله الاحباط، وهترجع تاني ايه؟ لطبيعتك ولشغلك والايه، ولان انت عايز تاني تكيب في النجاح وفي الاتشيف وفي السكسس وفي الحاجات دي كلها. تمام؟ فهي اصلنا هو ده الطبيعي. فلازم انت كسيلز تبقى ضد الاحباط، او لما تقع فيه تبقى عندك المقدره انك تلحق تعرف نفسك. ايه؟ تلحق نفسك. تمام؟ تخيلي يا دكتور، احنا ببساطه احنا ناس بنفضل نجري نجري نجري, نجري طول الشهر علشان نحقق الايه؟ التارجت، نوصل للبيك 100% اتشيف. يوم واحد في الشهر اللي بعديه زيرو. زيرو، مخك على طول متحفز. تجري 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 لغايه ما توصل في نهايه الكوارتر للبيك اتشيف. بدايه الكوارتر اللي بعديه زيرو. تجري 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 طول السنه لغايه اما توصل للايه؟ للبيك، تحقق التارجت بتاع السنه 100%. اتشيفد. بدايه السنه الجديده زيرو. وايه، يضربوا لك التارجت في 2 بقى، ما انت شاطر. بس فيروح قاعد يقعد في ميتنج، يا جماعه احنا بنحقق كذا، احنا نضربها في 2، اللي هو حتى بس. بدون علم. بس. يعني الشركات دلوقتي بقت تقوم بيها بدون علم. انا هضرب لك التارجت في 2 وفي 3 وانا ما درستش سوقي عشان افضل طول الوقت ضغطك. انت ما بتحسش ان انت عايز ده بصراحه. بالظبط. 90% من الشركات بتمارس ده على الموظف. بالظبط. عشان ده غلط. تحسسه ان انت ايه، انت مش جيد، يو ار نوت جود انف يعني. كارثه. مديرين المبيعات في مصر بقوا كارثه يا دكتور. مدمر والله العظيم يا دكتور. انا شفت حد حرفيا مش ساب الشغل، ساب كل حاجه بسبب مدير. بالظبط. كان سيلز مانجر وطول الوقت، هو انت بتعمل ايه زياده؟ هو انت بتعملي ايه؟ التارجت أعرف يا قصص حبيبي، كده. الواد لو جاب 50% 60 80 100% كانه ما جابش حاجه خالص. فلما قعدت اشوف الكيس ستادي دي في شركه كنا بنعملها كونسلتيشن، قعدت مع السيلز مانجر اكتشفت ان هو اللي مريض نفسي. قلت له حتى قلت له التيرن اوفر عندك غير طبيعي، انت ولا 100 اتش ار هتكفر عليك. بالظبط. لان اللي بيجي يصدق ان انت بتقول حاجه حقيقيه، وبعد ما بيتعامل معاك بيكتشف مشكله عندك. فروم داي 1 يا دكتور، ده كان بيدخل لهم الساعه 12 بالليل وواحده، احنا بكره هنعمل كذا، فيفضل على طول هو بقى وجهه نظره ايه؟ يقول لي عشان افضل مفوقهم. ده انت وصلتهم لمرحله مش حاجه اسمها كده يعني. ايه، مين اللي اداك العلم ده؟ لما قعدت اتناقش معاه انا نفسي خرجت مش عارفه، ما استفدتش حاجه يعني. ما حاولتش افيده ولا استفدت. هو ليه مايند سيت وشايف ان هو طالما جايب التارجت مش مهم بيعدي على كام واحد، المهم ان انا جايب تنفع التارجت. تبقى سيلز مانجرز يا دكتور؟ لا، بس وصل لها ازاي؟ هو يا دكتور الفكره بقى اخطاء هو طلعها عن طريق التيم اللي معاه او وكمل بكده، وبقى طول الوقت الشركه شايفاه الحصان الذهبي علشان هو بيحقق لهم الفلوس. ما هو ده الغلط بقى، ان هم كان بياع شاطر فافتكروا انه هيبقى مدير شاطر. مش كل بياع شاطر ينفع يبقى مدير شاطر على فكره. صح. طبعا هو ممكن يكون كان بياع سوبر، بس لما تيجي تحطه مدير شكرا، يبوظ لك الدنيا. يبوظ لك الدنيا. طبعا. ده حقيقي. طبعا. الحلقه جميله جميله جميله، دي كلمه بسيطه. احنا هنجيب الحلقه اللي بعدها، احنا هنخطف الدكتور ومش هنسيبه. والحلقه اللي بعدها هتبقى احلى واحلى. يلا باي.